السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات هو بسيط، مفهوش تفاصيل كتيرة، بس حبيت ان انا اشاركه معاكم عشان خاطر اكون متواجدة معاكم كل يوم وانزل معاكم كل يوم كده فيديو على القناة، بحيث ان انا حابة ان انا اكون في استمر كده ويكون في حماس وفي نشاط ان انا اشارك كل يوم فيديو كده على على القناة بتاعته. بس كده فبدأت كده يومي بالفطار. الفطار هو كان فطار بسيط يعني. عملت كده سندوتشات فول وطعمية وسلطة. جبت كده العيش البلدي وعملت كده ايه، واشترينا طعمية وعملنا طماطم كده بالثوم. انا ما كانش عندي خضار ان انا اعمل سلطة بالخضار، فايه عملت كده قطعت طماطم وحطيت عليها توم وخلاص على كده، وعملت كده سندوتشات فول وطعمية وسلطة كده ايه بالثوم. آه هو ادهم بس كان اليوم دوت مش مراحش المدرسة يعني، فقلنا ان احنا نغدا كده سندوتشات كده ايه تفتح نفسنا كده على الصبح كده، يعني زي ما انتوا فاهمين. بس فبدأت بقى كده يومي وبدأت بقى كده الفيديو بتاعي. هو الفيديو عملت معاكم الفطار وشاركت معاكم الفطار وهشارك معاكم كمان الغدا بتاعي، روتين كده بسيط كده وخفيف. وكمان بس بالله عليكم ما تنسونوش من اللايك وكومنت حلو منكم، شجعوني كده بلايكاتكم وكومنتاتكم عشان كل يوم انزل فيديو معاكم يعني، ويكون عندي نشاط كده وحماس يعني ان انا ايه كل يوم اقوم اصور وانزل فيديو. طبعًا في الوقت دوّة بين الفطار والغدا كان في حاجات كتيرة يعني كانت عايزة تتعمل فعملتها، وفي نفس الوقت كنت مطلعة البانيه بتاعي غسلاه طبعًا، وعملت له التتبيلة بتاعته اللي هي بصل وخل وليمون وتوابل. وطبعًا لو عندك علبة زبادي بيكون حلو كمان بالزبادي، بيخلي اللحمة بتاعة البانيه بتاعك بتكون طرية وطعمها حلو. وطبعا البهارات اللي عندك اللي هي ملح وفلفل دول اساسي، ولو عندك بهارات فراخ 7 بهارات، يعني الحاجات الحلوة اللي بتخلي طعم اللحمة او الفراخ بتاعتك بتكون حلوة. خضي فيها كل ده هتخلطيه على بعضه، وبعدين هتحطي البانيه بتاعك طبعا تكوني غسلاه ومظبطاه عشان ما يكونش فيه اي ريحة زفارة، وتخليه في الخلطة بتاعتك ديت مثلا لمدة ساعة لمدة ساعتين. لو هتعملها من قبلها بيوم هيكون احلى. بس كده، وبيكون جاهز معاكِ إنِّك أنتِ تقليه على طول. أنا باقليه كده، وكمان ما تنسيش في الخلطة بتاعتك بتحطي بيض، يعني في الخلطة باحط بيض برضه عشان خاطر أطلّع من الخلطة دي على باكون عاملة البقسماط والدقيق والتوابل اللي أنا حطيتها في الخلطة، باحطها كمان على على الدقيق والبقسماط، وباطلّع من الخلطة ديّة باحط في الدقيق والبقسماط على طول، باكون خالطاهم على بعض وباقلي على طول بعديها. كمان كنت عاملة المكرونة سلقاها وكنت عاملة الصلصة. الصلصة كنت مطلعة كيس صلصة من الفريزر، فكيته حطيت له مكعب مرقة وحطيت له شوية زيت وملح وفلفل وظبطت كده الصلصة وبس. انا ولا بحط توم ولا بصل في الصلصة بتاعة المكرونة. انا بحب اخليها كده خفيفة ويكون طعمها خفيف كده، حتى الواحد لما بياكل منها مثلا كمية ما تتعبوش يعني وكده، ما يكونش فيها توم وبصل والكلام ده كله. بس باسيبهم كده على النار لحد ما الصلصة بتاعتي تاخد التسبيكة بتاعتها، وباصفي المكرونة طبعا بعد ما سلقتها بصفيها وبغسلها عشان النشا اللي بيكون فيها وكده، بشطفها شطفة كويسة، وبعد كده بحطها في الحلة تاني اللي انا سلقت فيها، وبنزل كده عليها بالصلصة وبسيبها اهدي عليها النار خالص، واسيبها مثلا لمدة 3 4 دقايق كده على النار. المكرونة بتتشرب من الطماطم، وكمان تاخد لون احمر بيكون حلو زي ما انتم ما شايفين كده. بس كده مش الموضوع سهل وبسيط، وهي طريقة هي الأكلة ديت البانيه والمكرونة بالصلصة يعني أسهل أكلة ممكن تعمليها وأبسط أكلة ممكن تعمليها. فأنا بما إن كان عندي كذا حاجة كنت هعملهم، فحبيت إن أنا أعمل الأكلة السريعة البسيطة اللي انتوا شايفينها دي. كان عندي غسيل وكان عندي مواعين، كان عندي حاجات كتيرة اليوم، كان في حاجات كتيرة بس ما حبيتش إن أنا أصور، التصوير بياخد مني وقت. كمان إن أنا كنت عايزة أنجز في الوقت وكده، زي ما انتم عارفين الوقت من الصبح لحد الساعة 1 الضهر بحس إن هو بيعدي بسرعة.
بحيث ان انا لسه يعني في حاجات اما ببقى عايزه اعملها وبلاقي الوقت كده عدى مني. فهو يعني الواحد عقبال ما بيصحى من النوم ويشوف اللي وراه وكده ويدخل بقى على الغدا عشان خاطر اولادنا بيكونوا في المدرسه، بيرجعوا من المدرسه عايزين الاكل يكون جاهز وكده. فبحس ان الوقت وانا باجي لحد بعد الغدا كده، انا لحد مثلا الساعه 2 بعد الغدا بنتغدى، وبعد الغدا بحس ان خلاص اليوم خلص، ما بعرفش اعمل حاجه تاني. يعني بصوا، لو ممكن اغسل شويه مواعين، حاجات اللي هي البسيطه دي ممكن اعملها. غير كده بحس ان لا خالص مش عايزه اعمل حاجه تاني، هو يومي كده خلاص خلص. بستكفى باللي انا عملته من الصبح لحد الساعه 1 الظهر، او مثلا لحد الساعه 2. كده كفايه عليا، مش هفضل اليوم كله مثلا اقضي واشتغل كده في البيت وكده. فعشان كده بضغط نفسي في الكام ساعه بتوع الصبحيه دي دول كده، ان انا اعمل كل حاجه ورايا بس. فهنا كده يا بنات، بعد ما اتغدينا، طبعا انا ما كنتش عامله سلطه، ولا كان عندي مخلل. استكفيت كده بالبانيه وبالمكرونه واتغدينا، والحمد لله على كده. قلت هما اساسا طبقين اللي في الحوض مكان ما اتغدينا، والبوله اللي انا كنت عامله فيها اللي كنت عامله فيها البانيه وكده، الخلطه بتاعه البانيه، والطبق اللي انا كنت حاطه فيه البقسماط والدقيق كده. قلت ان انا اغسلهم عشان خاطر ما يقعدوش لتاني يوم، وهيزيدوا بقى، هيبقى عليهم كوبايات وهيبقى عليهم حاجات تانية، كل شويه هيبقى في حاجات. فقلت ان انا لعيبه تغسلهم كده على السريع عشان تخلصي منهم. غسلتهم كده وظبطت المطبخ بتاعي وخلاص. هما ما اخدوش مني يمكن نص ساعه بعد الغدا، بس عشان هما كانوا حاجات بسيطه.